علماء المسلمين أول المؤسسين، علماء المسلمين، علماء المسلمين أول المؤسسين، علماء المسلمين، علماء المسلمين، علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين. علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم والغرب عباس بن له. فرناس أول من صمم آلة للطيران في القرن التاسع ميلادي، وكانت آلته تتكون من أجنحة شبيهة بأجنحة الطيور، كما حاول الطيران به من قمة جبل في قطب وفي إسبانيا، واستطاع الطيران لعدة لحظات لكنه سقط بعدها على الأرض وكسر ظهره، ومع ذلك اعتبر مؤسس فكرة اختراع آلة للطيران. كان معه الطالب مصطفى تميمي من الصف السادس من مدرسة